السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم كيكة عيد ميلاد باسهل طريقة وتجي بزاف بنينة. يعني اي مبتدئة فيكم ولا اي انسان في البيت حاب يحضر كيكة تاع عيد ميلاد ولا اي مناسبة كانت عندك، اليوم راح نشاركها معكم باسهل طريقة وباسهل خطوات وتجي تماما كما تاع المحلات، سواء من حيث الجو ولا من حيث الشكل. هذا بالنسبة للكيكة، وبنفس المكونات وبنفس لاجينواز او لي شوت هذوك اللي بقاو لي من لاجينواز حضرت لكم اروع تحليه وباسهل طريقه وتجي ايضا بزاف بنينه. ولهنا كما كنت تشوفوا لو كان ما حبستش الفيديو، هذيك التحليه كليتها كامل تالمون بنينه بزاف. تابعوا الفيديو. نبداو اول حاجه مع لاجينواز. عندي لهنا 4 حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، عندي قرصه تاع ملح، ملعقه صغيره تاع فانيلا، وعندي 5 ملاعق تاع اكل سكر عادي، سكر كريستاليزي. يعني 4 حبات نتاع البيض درت لهم 5 ملاعق نتاع السكر عادي. نطلعوهم بالباتر ولا بالبيترا حتى نشوفوا القوام اصبح قوام كريمي وثقيل وتغير اللون. من بعد لهنا نضيفوا 5 ملاعق نتاع ما يكون بارد، 5 ملاعق نتاع الماء. عندنا 5 ملاعق سكر، بعد ما نذوبوا داك السكر مع البيض نضيفوا 5 ملاعق نتاع اكل ماء، نضيفوهم ايضا ونخلطوا بالباتر بالبيان. اللي ما عندوش باتر يدير بالبيترا. ونضيفوا ايضا 5 ملاعق نتاع اكل زيت نباتي، نزيدو نخلطو بالباتر بيان. نمرو دوك للنواشف. عندي 5 ملاعق نتاع فرينه، ولكن انا الجينواز تاعي راح نديرها بذوق الشيكولا، يعني راح ندير 3 ملاعق فرينه وزوج ملاعق تاع كاكاو. ومانيش راح ندير الكاكاو، ايضا راح ندير بديل الكاكاو اللي هو مسحوق الخروب من كاروما، طبيعي 100% وخالي من الجلوتين. يعني كما نعرفوا احنا الخروب فيه فوائد كثيره. الشيء اللي عجبني عطى بنه للكيك تاعي، وايضا ما خلاش الكيك تاعي يجي ناشف، او الجينواز تاعي ما جاتش ناشفه، جات مطلوقه وجات خفيفه. نزيدو ايضا كيس تاع خميره كيميائيه. النواشف هذوك كامل درتهم في غربال ولا في صفايه، وراح نغربلهم على دفعتين او نضيفهم عفوا على دفعتين. نجيبوا سباتول ندخلوا هذوك النواشف مع السوائل من الفوق لتحت، من الفوق لتحت على دفعتين، حتى نتحصلوا على قوام يكون متجانس. كما راكم تشوفوا راني غير بالعقل الفيديو فقط راني سرعته عليه، يبان لكم راني نزرب بهذه الطريقه. من بعد نجيبوا بلاطو المقاس تاعو 40 على 35، نفرشوه او ندهنوه عفوا بالزيت، نفرشوا له ورق الطهي، نزيدوا نديروا الزيت، ولهنا نفرغوا هذاك الخليط تاعنا ونحاولوا نمشيوه مليح على هذاك البلاطو غير بسباتول حتى نوزعوه جيدا. من بعد لهنا راح نخبطوا مره ولا مرتين باش نخرجوا منه هذاك الهواء. نفوتوا الفرن على 180 درجه من التحت، كي نشوفوه نشف نشعلوا له الفرن من الفوق فقط 2 دقائق ولا 3 ونطفيو عليه النار. كما كنتو نحطوا ورق الطهي على الوجه ونقلبوه ونحيولو هذاك ورق الطهي اللي طاب فيه. كما كنتو لهنا انا تحرق لي شويه، فقط بالموس حاولوا تنحيو هذاك الحريق. ولا جينواز اللي هنا تجي خفيفه وتجي ريشه. كما كنتم تشوفوا بنفس الطريقه درت جينواز بذوق الفانيلا، فقط انا نحيت الكاكاو ودرت 5 ملاعق تاع فرينه بنفس الطريقه. يعني نحتاج لهنا 4 طبقات، زوج تاع شيكولا وزوج تاع فاني. لهنا نجيبوا السرسو اللي راح يعني نشكلوا فيه الكيكه تاعنا ونطبعوا الجينواز تاعنا. كما قلت لكم 2 طبقات تاع شيكولا، جينواز بذوق الشيكولا، وزوج طبقات بذوق الفانيلا. نروحوا نخدموا الكريمه. عندي هنا كاس تاع غبره الشونتي مع كاس تاع حليب يكون بارد، نطلعوه بالباتور حتى نتحصلوا على قوام يكون بهذه الطريقه، يكون ثقيل. راح نقسم الكريمه الى قسمين. القسم الاول راح نزيد له شيكولا اوبتيلا اتارتيني كما كنتم تشوفوا، راح تعطيه واحد البنه. اذا بغيتوا لاكريم تاعكم تكون مارون بزاف ديروا 2 ملاعق، سينون ديروا ملعقه راح تكفيكم. من بعد نجيب لهنا هذا البابي هذا اللي خاص تاع لي كيك او تاع لي طارت، نجيب السارسو وندير شويه تاع الكريمه من تحت باش من بعد الكيكه تاعنا نقدروا نحيوها فاسيلمون. ومن بعد لهنا نجيبوا الطبقه الاولى من جينواز الفانيلا، نجيبوا شربات. درت كاس تاع سكر مع 2 كيسان نتاع الماء، حطيتهم على النار جوست هزوا الغليه حسبت 10 دقائق، طفيت عليهم النار. تحبوا ديروا اي ذوق الشربات هذا يرجع لكم. ونشربوا الجينواز تاعنا بالبانسو. من بعد لهنا كما كنتم تشوفوا عندي هذا البرودوي من فريور بذوق الفرامبواز. هو كاين بزاف اذواق، كاين الفواكه الاستوائيه اللي هما اكزوتيك، كاين تاع الفراز، كاين فرامبواز نوار، في الروز كاين ايضا تاع القارص تاع الاناناس. يا ودي بزاف راهي مخلطه وبزاف بنين، يعطيكم واحد البنه للكريم تاعكم. يعني تقدري الكيكه تاعك تحشيها غير بلا كريم شونتي وهذا اللي فروي من اروع ما يكون. كما كنت درت هذيك الكريمه وزدت درت شويه من هذاك الفريور، يعني هو ناباج يعطيكم بريونس الكيكات تاعكم. تقدروا ديروه في تشيز كيك، تقدروا تحشيو به الحلويات تاعكم. راح نخدم به بزاف حوايج من وجه ان شاء الله. تبعوني برك. كما كنتو حطيت الطبقه الثانيه تاع لا جينواز بذوق الشيكولا، شربتها بالشربات، وحطيت لهنا الكريمه اللي درتها بذوق الشيكولا.
اوبتيلا. كما راكم تشوفوا درت لهنا زوج حشوات تاع الكريمه، درت كريمه بذوق الشيكولا ودرت كريمه بذوق الفريور بذوق الفرامبواز، تحبوا بالفرز الذوق اللي بغيتوه نتوما هذا يرجع لكم. زدت حطيت طبقه من هذيك الجينواز نتاع لافاني، ولكن وليت شربتها وعاودت نحيتها لانه نسيت. راح ندير لهنا الجوز وراح ندير الشيكولا اوبتيلا اتارتيني، هذه راح تعطيكم واحد البنه ثاني خياليه. كما كنتو الطبقه تاع الشيكولا هي اللي ندير فوقها الطبقه تاع الجوز، لانه الجوز يتماشى بزاف مع الشيكولا. من بعد هنا حطيت هذيك الطبقه تاع كما عاودت رجعتها الطبقه تاع الفانيلا، وهذيك الكريمه تاعي اللي بقات لي زدت درت لها لي فروي تاع الفرامبواز الروج، ما درتش نوار. هذه الطبقه ايضا واحد البنه يا ودي لازم تجربوها باش تقدروا تحسوا بها. مشيتها ايطاليتها بالبيان بهذيك الكوبات. زدت حطيت الطبقه الاخيره من جينواز بذوق الشيكولا وشربتها. ولهنا دوك راح نفوتها للمجمد نخليها حوالي ساعتين تحكم روحها مليح، باش من بعد كي ايطاليوها ولا نغلفوها تسهل علينا العمليه. نجيبو كاس تاع لاشونتي مع كاس تاع حليب ايضا، نزيد نطلعو بالباتور. فقط لهنا حاولوا تخلطوا مليح باش تجيكم لا كريم شونتي حاكمه مليح، سينون ديروا كاس تاع غبره الشونتي مع كاس غير ربع تاع حليب ويكون بارد باش تجيكم حاكمه روحها مليح. هذه هي اللي راح نغطيو بها الكيك تاعنا. الكيك تاعنا لنا بعد ما مرت عليه 3 سوايع هو في المجمد، جبت لهنا هذاك الشاليمو حاولت ندير على الجوانب باش يتنحس سرسو فاسيلمون. ولهنا الكيكه تاعنا كما كنتم تشوفوا جات ما شاء الله، وراهي حاكمه روحها. يعني دوك كي ايطاليوها بالكريمه راح تجي حاكمه روحها سوا وراح تسهل علينا العمليه. بقات لي هذه الكريمه الورديه هذه شويه غطيت بها هذاك الوجه الاسود، ومن بعد جبت الكريمه البيضاء وراح نايطالي كلش على الجوانب ونعدل بالكوبات. لهنا انا مانيش راح نبيضها مليح لانه التزيين راح كلشي يتغلف من بعدا. نتوما اذا راح ديروها بيضه تحط ايطاليوها مليح وتتليسيوها جيدا، تفوتوها المجمد عفوا، زيدوا تعاودوا تجبدوها وزيدوا ديروا لها الكريمه المره الثانيه باش تجيكم ليس وتجيكم مليحه. كما كنتم تشوفوا ايطاليتها بالبيان. نروح دوك نشارك معكم حاجه ومن بعد نرجعوا باش نزينوا الكيكه تاعنا. السلام عليكم. اليوم طليت عليكم حبيت نشارك معكم فرصة عمل للماكثات حتى للرجال. بزاف مشتركات طلبوا عليا فرصة عمل، واليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الفرصة اللي تهمكم وتهم حتى اطفالكم. منصة تعليمية جزائرية تقدم لكم دروس لجميع دروس دعم لجميع الاطوار او المستويات، تبدا من السنة الثالثة ابتدائي حتى النهائي الثانوي، وكذا الصربان واللغات الأجنبية. يعني إذا كنت ماكثة ومهتمة باللغات الأجنبية تتعلمي من هذه المنصة. المنصة أيضا توفر لكم أفضل الأساتذة على المستوى الوطني، تهنيكم من دروس الدعم الخارجية المكلفة، وزيد تقدروا تعملوا مع هذه المنصة أو هذه الشركة بدون شهادات ولا خبرات. يعني ما تعطيوش الفرصة لكم ولأطفالكم، قريوا ولادكم وزيدوا تربحوا. يعني هذه المنصة هذه أو هذه الشركة فيها ربح حقيقي وأسبوعي مو شهري، في الأسبوع تربح إن شاء الله. 4 فيفري البارح كانت توجوا أصحاب الكفاءات وأصحاب الرتب العالية في هذه الشركة، كانت ندوة صحفية ما شاء الله عليها. يعني كما قلت لكم الشركة راهي حقيقية. إذا كنت مهتمة وحابة تخدمي على روحك من البيت تاعك بالهاتف تاعك، نقترح لك هذا العمل في هذه الشركة. راح نخليكم رابط الواتساب في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت أسفل الفيديو. إذا كنت مهتمة ادخلي راح تلقاي ثم مدربات يفهموكم في العمل وتبداو تخدموا إن شاء الله. واللي ما يش مهتمة ولا ما عجبكش العمل يعني مش لازم عليك. إذن هذه هي وحظ موفق للجميع. نرجعوا ذوك الوصفة تاعنا. نروحوا دوكا للتزيين. عندي لهنا حوالي 250 غرام نتاع شيكولا اوبتيل. انا استعملت نوار، ما درتش بالحليب باش ما تجيش حلوه بزاف الكيكات قهم. ديروا نوار من الاحسن، اللي يحب يدير بالحليب هذا يرجع ليه. عندي لهنا ايضا 4 كاس نتاع لا كريم فريش، اللي يحب يدير لا كريم فريش، اللي ما عندوش يدير الحليب 4 كاس تاع حليب. عندي نص ملعقه صغيره نتاع المارغرين ديما، ونحطها في الميكرووند حتى نذوب هذيك الشيكولا. نديرها في جيب حلواني ونثقب هذاك الجيب الحلواني غير بشويه، وندير هذا الخطوط هذو بالطريقه هذه باش يعطينا هذاك التزيين. ومن بعد هنا نزيدو نغطيو هذاك الوجه كامل بنفس الشيكولا، نغطيوها مليح. ومن بعد نجيب هذيك الاداه اللي نليسيو بها ونحاول نمشي هذيك الشيكولا كامل غير بالعقل باش ما نخسروش الجوانب. طريقه جد سهله وبسيطه والشكل بزاف راقي. من بعد لان هذيك لاكريم شونتي اللي بقات لي درتها في جيب حلواني ايضا وبوشادوي عفوا. ومن بعد زينت هكا بهاد لي روزاس. نتوما التزيين هذا يرجع لكم. من بعد جبت لهنا حبات الفراوله، بما انه رانا في موسم الفراوله. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم راهو اختياري، تقدروا ديروا اي فاكهه كانت عندكم تحبوا تكتبوا تحبوا تزينوا بالورد،
هذا يرجع لكم. أنا المهم دائما الجود بالموجود. كيك تعيد ميلاد من أسهل ما يكون، حضرتها بطريقة سهلة وبسيطة، وكما كنتم تشوفوا ما فيهاش حاجة اللي كبيرة. كتبت الاسم لهنا حسام مول الكيكة، وهذه هي. والتزيين كما قلت لكم اختياري، وتكتبوا واش حبيتوا. انا كتبت لهنا بلا كريم شونتي، وهذه هي النتيجه. من اروع ما يكون، والبنه والله العظيم غير خياليه. ما تنساوش هذاك الفريور هو اللي يعطيكم هذيك البنه الكيك تاعكم. وايضا يعني راهو موجود في لي سوبيرات بكثره. نروحوا دوكا بقاو لينا لي شويت هذوك تاع لا جينواز، ما حبيتش نرميهم، راح نخدم لا كريم باتيسير. اول حاجه عندي 400 ملل تاع الحليب، حطيته في كاسرونه وحطيته على النار. لهنا نجيب ريسيبيون ندير فيها زوج حبات نتاع البيض مع نص كاس تاع السكر ومع ملعقه صغيره تاع فانيلا. نحاولوا نخلطوا بالفوي مليح حتى نذوبوا هذاك السكر مع ذاك البيض. نضيفوا زوج ملاعق نتاع نشا، ايضا نزيدوا ندخلوهم مليح في هذاك الخليط. ومن بعد نجيبوا هذاك الحليب اللي سخون نضيفوه ونزربوا ونخلطوا باش ما يطيبلناش هذاك البيض. من بعد نفرغوا هذاك الخليط مع هذاك الحليب المتبقي، لانه الحليب انا ضفت غير كميه والباقي خليته في الكاسرونه. ونخلطوا لهنا، نحطوها على النار مع التحريك المستمر، يعني ما نحبسوش باش ما تحرقناش هذيك الكريمه وما تلصقناش في القاعده تاع الكسرونه. وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. من بعد فرغت هذيك الكريمه، حطيتها في صحن يكون مسطح، ونجيبوا البابي فيلم، نحاول نمشيها السع في هذاك الصحن. ومن بعد نجيب البابي فيلم ونغطي هذيك الكريمه مع اون كونتاكت، يعني مع الكريمه، نحاول نسطحوها بهذه الطريقه. ومن بعد لهنا نحطها نخليها تبرد شويه بحراره المطبخ، فوتها للثلاجه ولا المجمد باش تبرد لنا. ومن جهه اخرى راح دوكا نرجعوا لا كريم باتيسير تاعنا، نرجعوها كريم دبلومات. عندي نص كاس تاع لا شونتي مع نص كاس تاع حليب بارد، نطلعهم مع بعض. من بعد لهنا نجيبوا هذيك الكريم باتيسير اللي خدمناها مع بعض ونضيفوها لا كريم شونتيي. ومن بعد نخبطوها بالباتر حتى تصبح لنا كريم دبلومات. ولا هنا راح نقسم الكريمه على قسمين، وراح نجيب لهنا كما كنتو راح نزيد ندير لهنا بالنسبه للتحليه راح نغير الاذواق. نص راح ندير في الكريمه ندير الفواكه الاستوائيه او اكزوتيك من فريور، هذا بنته خياليه يعني والله العظيم غير من اروع ما يكون. والقسم الثاني راح ندير تاع الفرامبواز نوار، ايضا هذا الذوق عجبني بالبزاف، سيرتو تاع الفرامبواز نوار. ومن بعد لهنا نجيبوا الكؤوس اللي راح نقدموا فيهم التحليه تاعنا. اول حاجه لهنا كما كنتم تشوفوا طبقه لتحت، شفتوا هذيك الياورت اللي تباع فيها هذاك الكو، من تحت تلقاو فيها واحد الناباج، من تحت يحطوه بلي فروي دي بتي مورسو تاع لي فروي. ومن بعد حطيت شويه تاع لا جينواز، ما شمختهاش الكريمه ايضا راح تتشمخ هذه، لانه الكريمه هذيك انا درتها في جيب حلواني. زدت حطيت الجينواز هذيك النوار كما كنتوا، لا جينواز اللي بقات لي هذوك لي شويت فتتهم. زدت حطيت هذه الكريمه اللي درتها بالفريور بهذاك الناباج نتاع الاكزوتيك فروي. ولهنا المهم ندير طبقه تاع الشيكولا، طبقه تاع لافاني، وندير مع دوك الكريمات اللي خدمتهم مع بعض. وعلى الوجه نزيد ندير شويه تاع الفريور او هذاك البرودوي تاع الفريور. ولهنا كما كنتو غيرت في الكريمات من اروع ما يكون والله العظيم غير بنتهم بنه، حسيتهم ياغورت، حسيتهم تحليات. المهم نتوما لازم تجربوهم كما كنتو. لهنا قاعد ناكل في التحليه ما جبتش خبر حتى كليتها بريس، كليتها كامل، وانا كون ما قطعتش الفيديو راني كليتها كامل. اذا هذه شهيتكم بالصحه، نتمنى انكم تجربوا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.